فيلمنا بيبدأ سنة 1952 وبيظهر معانا اتنين من الراهبات جوه دير موجود في حتة مقطوعة، وقدامهم باب مكتوب عليه لا وجود للرب هنا. واحدة منهم أخدت مفتاح شكله غريب وجمدت قلبها ودخلت الأوضة دي، وبعديها بكام ثانية فضلت تصرخ وخرجت في الآخر بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. والتانية من كتر الصدمة والرعب وظهور فالك قدام عينيها شنقت نفسها وانتحرت. وبعد ما عدت فترة على الحادثة دي، في واحد اسمه فرانشي شاف جثة الراهبة وبلغ عنها، فالفاتيكان بعتت شخصين عشان يحققوا في اللي حصل. أول واحد كان اسمه بيرك، وده للوهلة الأولى كده تلاحظ إنه ما بيضحكش خالص، كأن في حاجة حصلت له من زمان أثرت عليه. وتاني واحدة بنوتة صغيرة في السن اسمها إيورين، والمفروض إنها لسه ما أخدتش النذور، بمعنى إنها لسه ما بقتش راهبة بشكل رسمي. وبعد ما هما الاتنين راحوا لفرانشي وتعرفوا على بعض، طلبوا منه إنه يوديهم للدير، لكنه رفض بعد اللي شافه هناك، وقال لهم إن مستحيل طبعا أروح لهناك تاني. فراحت إيورين قالت له لو سمحت مستر فرانشي عايزين نروح هناك. وبدأت الحاجات الغريبة في الظهور. بمجرد ما وصلوا لقوا جثة الراهبة منقولة لوحدها من مكانها ومحطوطة بالوضعية دي، ولقوا كمان المفتاح الغريب في ايديها، زي كمان انهم لقوا دم على السلالم بتاع الدير، وزي انهم لما دخلوا الدير حسوا من جواهم انهم مش مرتاحين وفي حاجة مش طبيعية بتحصل، لحد ما قابلوا راهبة كبيرة في السن والمفروض انها المسؤولة عن المكان. ولما بيرك ابتدى من زمان كان بيحاول يخرج كيان شيطاني من طفل صغير اسمه دانيال، بس للأسف عشان دانيال كان جسمه ضعيف مقدرش يستحمل الطقوس دي، واتصاب إصابات خطيرة جدا ومات بعدها بكام يوم. ومن ساعتها بيركو حاسس بالذنب جدا على اللي حصل له. المهم يشاء القدر إن في نفس اليوم ده بالليل بيركو يصحى من النوم على صوت موسيقى اشتغلت لوحدها. وبعد كده دانيال شخصيا ظهر فجأة وفضل يستدرجه واحدة واحدة لحد ما خرجه بره الدير، وفضل يكح جامد بعدها وخرج تعبان من بقه وفضل يتحرك ناحية بيرك، فاضطر غصب عنه إنه يقع جوه تابوت واتقفل عليه. أما بالنسبة لإيرين حست إن في حاجة غلط بتحصل، فصحت وبدأت تتمشى في الدير لحد ما دخلت أوضة من الأوض ولمحت خيال راهبة بيتحرك على الحيطة. وفضل الخيال ده يقرب ويقرب لحد ما طبعا إيرين خرجت من الدير وهي مفزوعة. ولحسن الحظ إن في الزمن ده كانوا بيحطوا حبل جوه التوابيت متوصل بجرس موجود من بره، وده عشان الطب ما كانش لسه متقدم ساعتها، وكانوا ساعتها بيدفنوا الناس بالغلط من غير ما يكونوا متأكدين إنهم ماتوا. المهم إن بيرك استغل الحوار ده وبدأ يضرب الجرس، والحمد لله إيرين قدرت تسمعه وفضلت تحفر في الأرض لحد ما كسرت التابوت وخرج هو على خير. وطبعا بعد اللي حصل ده بيرك وإيرين قرروا إنهم لازم يتحركوا قبل ما الشر اللي موجود في المكان ده يخلص عليهم. وكانت الخطورة دي إن بيرك فضل يقرأ كتير جدا في الكتب لحد ما قدر يعرف إن الشيطان اللي معذباهم دي هي فالك. وإيرين فضلت تدور على الراهبة المسؤولة عن المكان لحد ما لقت راهبة تانية قعدت معاها وفضلت تحكي لها إن الدير ده في الأول خالص اتبنى على إيد واحد خنزير اسمه سانت كارتا عشان يعمل فيه أعمال سحر وطقوس شيطانية والجو ده. والموضوع للأسف اتطور معاه قوي جدا لدرجة إنه فتح بوابة هيخرج منها الشيطان، لولا إن على آخر لحظة في كنيسة اكتشفت اللي حصل وجم ذبحوه في الحال وقفلوا البوابة باستخدام الدم المقدس. لحد هنا إحنا تمام، لكن المشكلة بقت اللي حصلت بعد كده إن الحرب قامت وفي صواريخ بالصدفة نزلت على المكان ده وتحديدا البوابة، وبالتالي أكيد اتفتحت وفالك خرجت ساعتها. المهم بعد ما إيرين سمعت المعلومات دي وراحت تنام أو تحاول حتى تنام، شافت راهبة قاعدة قدامها وفي إيديها سبحة وبتترعش جامد إنها اتفرتكت منها. ولما إيرين وطت عشان تمسك حبة منها وقامت تاني لقت الراهبة اختفت. وبعدها سمعت صوت خبط جامد على الباب، فخرجت وبدأت تتمشى شوية لحد ما وصلت الأوضة اللي ظهرت فيها في الأول خالص اللي مكتوب عليها لا وجود للرب هنا. وفجأة راحت فالك شخصيا فتح الباب وظهرت قدامها وهي بصلها بصة مرعبة جدا، وفضلت بقى تعذبها وتصرخ في وشها
والطائرة من مكانها، لحد ما في الآخر خالص راهبة جت من وراها ومسكتها وقالت ليها تيجي تصلي مع بقية الراهبات التانيين عشان جايز الصلاة دي تنقذهم من اللي بيحصل. وبعد ما إيرين راحت عشان تصلي لقت الراهبة اللي قالت لها على حوار الدير قصة قدامها وفي إيديها الصليب، كأن فولك بتعاقبها على إنها خرجت المعلومات دي. فإيرين مسكت أعصابها وبدأت تصلي مع بقية الراهبات لحد ما فجأة كده كلهم بلا استثناء طاروا من حواليها واترزعوا في أي حاجة جت في طريقهم. أما بقى على جنب التاني بيرك أكيد الحياة ما كانتش معاه كويسة وأكيد كان بيحصل له حاجة. فولك بدأت تعذبه هو كمان وتوهمه بحاجات مش موجودة أساسا زي دانيال وتخوفه بكل الطرق لحد ما فرانش جه في الآخر وأنقذه. وبعد ما هما الاتنين راحوا يطمنوا على إيرين اتصدمت لما بصت وراها وشافت إنها كل ده كانت لوحدها أساسا، وحتى جثة الراهبة اللي ساعدتها طلعت راهبة تانية خالص. وفجأة كده فاقت ورشقت الصليب في رجل بيرك، فعلى طول أخد الصليب بتاعه وحطه على دماغها وبدأ يقرأ عليها لحد ما اتحرقت بشكل كامل. وفي اللحظة دي تحديدا إيرين فهمت إن كل الراهبات ماتوا أصلا من زمان وكانت روحهم هي اللي بتظهر ليهم عشان يساعدوها. والراهبة اللي شفناها في بداية الفيلم ما انتحرتش عشان خايفة، لأ ده عشان فولك كانت محتاجة جسم تلبسه عشان تتحرر، فبالتالي الراهبة اللي ضحت بنفسها وانتحرت عشان تمنعها من إنها تعمل كده. المهم عشان إيرين وبيرك معاهم فرانش قدروا يتغلبوا على فولك وفضلوا يدوروا في الدير كله على الدم المقدس لحد ما لقوه في مكان كده بيتفتح بالمفتاح الغريب اللي معاهم. وبعد كده إيرين طلبت من بيرك إنه يعمل عليها حوار النزول، وبعد كده بدأوا يدوروا على البوابة عشان يقفلوها ويرجعوا فولك لمكانها ويخلصوا من القصة دي. فولك جابت آخرها وبدأت تلعب على كل واحد فيهم، يعني مثلا تخلي شوية راهبات يظهروا لإيرين ووش أسود خالص من غير ملامح عشان يحاولوا يقتلوها، وشوية تمسك فرانش من رقبته لفوق عشان تخنقه، وشوية تخلي دانيال ينط على بيرك بشكل مرعب مع نفس التعبانة اللي بيطلع له من بقه ويتخانق معاه، لحد ما في الآخر خالص مسكت إيرين من رقبتها وحاولت تغرقها تحت المية. ولما حست إنها خلاص ماتت طلعتها لفوق وأخدت بالها إنها ماسكة بإيديها الإزازة دي اللي فيها الدم المقدس ولكن مكسورة. أتاري إيرين وهي تحت المية حطيتها في بقها وفجأة راحت رميها من بقها ورميتها على فولك، فطبعا وشها بدأ يسيح وفضلت تصرخ وتتألم جامد، وكمان الأوضة اللي كانوا فيها دي تحتها البوابة، فسحبت فولك لحد ما دخلت فيها واتقفلت بعد كده. وفي نهاية الفيلم إيرين وبيرك وفرانشي خرجوا من الدير وهم عايشين ومبسوطين جدا وكل واحد راح يشوف حياته ويبدأ صفحة جديدة. بس انتوا فاكرين لما قلت ان فولك بتبقى محتاجة جسم تلبسه عشان تقدر تتحرر؟ في المعركة اللي حصلت ما بينهم في الآخر قدرت انها تمس فرانشي. لو عجبك الفيلم مش تنسى تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان تتابع كل جديد، مش تنسى كمان الكومنت اللذيذ.